وسهلا فيكم. ضيفنا بحلقة اليوم مغني برصيده أغاني عفوية جريئة ومختلفة بتشبه شخصيته على المسرح، وأغاني رايقة ومليانة حب بتشبه شخصيته بالحياة. أفكار جنونية وطاقة خيالية بتولع المسارح. نستقبل سوا كريم نور. هاي كريم، كيفك؟ كيفك؟ ثانك يو على هالانترودكشن حبيبي. ثانك يو. تفضل. كيفك يا كريم؟ الحمد لله، كيفك انت؟ نحكي على طول عن طاقتك على المسرح، هيك بنبلش بطاقتك وعفويتك والإيجابية اللي بتعملها على المسرح، شو سرها؟ محبة الناس، بحب الناس من قلبي يعني، بحبهم بصدق. بحب أعطي من قلبي يعني. وهيك المود يلي بتعطيه والانرجي من وين يعني؟ انت هيك بالاساس؟ الله خلقني هيدي الطاقة بتشبه شخصيتك بالحياة؟ ايه. أنا حدا إيجابي، بحب الفرح، بحب أفرح العالم، يعني عندي شيء داخل هيك بيقول لي إنه لازم تفرح الناس، بحس حالي أنا سبب لفرح الناس، فكرمال هيك بعطي من قلبي. بس عطوك ألقاب يعني يلي بنط على المسرح، المجنون، شو بدي اقول لك، عطوك ألقاب قد ما صرت خلص يعني هيدي الطاقة رمز لكريم نور على المسرح. صح. هو بالاول ما بلشت هيك بالحفلات، ف استغربوا شوي العالم، ما معودين كثير هالقد حدا يحرك على ما المسرح، معودين الفنان يكون مبسوط اكثر من العالم. صح. فايه انا فعلا بكون مبسوط اكثر منهم. بحب يعني لنقول انا عم غني بحفله فيها 5000 شخص، بحب ال 5000 يكونوا نفس الدرجه تبع السعاده يعني. طيب وانت كريم بالحياة اللي بيقعد معك انت شوي هيك هادي، كيف عملت هالسويتش؟ انا بجمعهم للحفلة دغري. طيب كريم، انت بعدك يعني انت لما بلشت بمبدأ خالف تعرف. نعم. يعني هيدا تنقولها هيك مثل ما هي. نعم. ان كان من فوتة التابوت، ان كان نعم. حتى عملت غنية للأرجيلة. نعم. كمان صح. انتشرت على السوشيال ميديا. بعده هيدا المبدأ سائد عندك؟ هي المبدأ عندي مش خالف تعرف، يعني أنا ما عم خالف لا أعرف. أنا بحب التجدد، ما بحب الشيء اللي اوريدي معمول، فمن هيدا المبدأ منطلع. أنا عم بشتغل على حالي بهيدا الموضوع. بس يعني منه المبدأ إنه لازم خالف لأنعرف. بس هو حلو، هيدا الشيء بيميزك، هو يعني حلو، مميزك. بس إنه إذا بدي أنا أفكر بس بهي الطريقة فيني أعمل كتير قصص ممكن ما بتليق لا أعرف. بس لا، أنا بحب التجدد، بحب الشيء ما حدا عامله. هذا الشيء واضح حتى من اختياراتك. صح. للأغاني، يعني صح. أنت ما في عندك غنية إنه هيك بتقطع مرور الكرام أو بدها تكون خاصة بمناسبة، مثل مثلا هل تقبلين زوجا لك؟ صح. أو هابي بيرثدي يا حلو يلي صارت نشيد رسمي بكل البيرثديز. كيف بتختار هالأغاني؟ برجع بقول لك نابع من احساسي اللي بحب الاختلاف، بحب التجدد، بحب شيء مش معمول قبل، كلمه مش منقاله قبل. يعني انت لما بتسمعها مثلا انه في كتير اغاني للاعياد ميلاد، انه انت بتقول بدي هيك موضوع ولا كيف؟ اوكي، لا، طاقتي اللي عندي. أوكي. هي بتروح يعني لحالها، بتختار طريقه الكلام مع طريقه اللحن مع طريقه التوزيع، الطاقه اللي جواتي. فدايما حتى الموزع الموسيقي او اذا عم صور او شيء بياخذ من طاقتي. طاقه كريم هيدي بتوصل للموزع، بيعطيني مثل ما انا بحب. كنت متوقعه للنجاح لهابي بيرثدي يا حلو؟ الصراحه مش لهالدرجه. انصدمت من الانتشار اللي انا كنت يعني متوقع تكون بس اغنيه بيرثدي يحطوها العالم، لا، صار حتى اذا مش اعيادهم عم بيحطوها. كمان هيدا الشيء، طاقه حلوه. هيدا الشيء صار كمان مع هل تقبليني زوجا لك. صح. حتى اذا ما بده يتجوز عم بحط 100%. الحمد لله يا رب. وانت حتى بتقدمهم بطريقه غير الكليب، ولما بتنزلها للغنيه، لما بتقديها على المسرح بترجع بتعطيها طاقه وحياه من اول 100%. صح. طيب كمان خلينا نحكي نضلنا بضمن الاغاني، عندك اغاني كمان التايتل تبعها انه على السمع ملفت وغريب ومش يعني مثل عندك هوباليزا. صح. انه انت هي مش جرأة بتعتبرها بالاختيار؟ لا، هيدي كنت عم بعملها للاولاد. دايما الفنان لازم يكون متنوع. لازم يعمل لكل الاعمار، لكل الفئات. فكانت هيدي الغنيه للاولاد اللي بحبوا الفوتبول. اوكي. وانا بحب الفوتبول،
نعرف. عملنا انه اسمع مني ما تتحدى وهيك. طيب هلا نجاح اغنيه تعي يا قلبي، تعي يا قلبي، يعني هيدا مثلا كمان غير نوع كليا، يعني رحنا للرايق، رحنا كمان الغنية ناجحة بشكل كمان الناس بتحبك بهيدا ايه هلا في كتير بارت من الناس بفكر انه كريم بس مسرح يعني مسرح واغاني مجنونه وهيك. بس لا، انا البيس تبعي الاغاني اللي فيها رومانسيه وفيها احساس. حبيت اقدم لهم وارجيهم انه لا، بقدر كمان اعمل شيء جديد وهيك. وكمان مش الحال، يعني كان توقعاتي بمحلها كمان 100%. كانت غنية، وهلا كثير ترند الغنية. هي اكثر اغنيه استماعا على تيك توك. واو. عليها تقريبا فوق ال 270 الف فيديوز مصور عليها. اكثر اغنيه عربيه. هلا بما انك جبت سيره التيك توك، تيك توك صار للفنان هو اذا بدك مقياس للنجاح الغنية او لا، او انتشارها او لا؟ لا، هو ما خص، يعني هو هيدا بلاتفورم انت من خلاله بتقدري تنزلي العمل اللي عملتيه، وقد ايه بتحبوا العالم ينتشر مثله مثل اي بلاتفورم بالعالم. بس اكيد بيساعد بالانتشار اذا حبوا العالم. يعني اذا ما حبوها، اذا بتضل ليل نهار على تيك توك، خلص ما فيك تقنعيني شيء. لانه حتى يعني هلا اليوم الارقام بتكون مثلا غنيه جايبه كثير مليونز على يوتيوب، بس منا مسموعه، يعني ما بتحس انه وين ما كان بتسمعها. بينما اذا راحه فايرل على تيك توك بتحس انه الكبير والصغير وين ما كان العالم بتعرفها. لا، لانه هلا البلاتفورم تبع تيك توك اكثريه العالم متوجهه لهونيك. اوكي. فعم بتشوفي العجقه هونيك دائما، مش العجقه كان قبل اول ما بلش السوشيال ميديا كانت العجقه على الفيسبوك. صح. صارت تنتقل من مطرح لمطرح. هلا بتيك توك ما بعرف بعد بيطلع، بس انه هلا العجقه على التيك توك. هلا العجقه هونيك. طيب كريم، اذا بدنا نسمع غنيه من هول هيك اغاني المهضومه تبعك، شو بتسمعنا؟ غنوا غنوا الحبيبي الليل يعيدوا، ادعوا لرب السماء يطول عمره ويزيده. هابي بيرثدي يا حلو، يلا الكيك ننزله، الليل بدنا نولعه والغالي بدنا ندلله. ثانك يو. طيب كريم، اي متى كانت الصدمه لك انت ككريم انه انا هون صرت؟ يعني شو السويتش اللي عملتها بحياتك؟ طلعت بحفله مع ألمع نجوم العالم العربي، يعني مع الناس اللي كانوا ايدل لإلي ولكثير فنانين من عمري. فالعالم ردت علي واشادت انه مثلا انه اكثر حدا انبسطنا بالشو تبعه وبالحفله تبعه هو كريم نور. فهون انا قلت معقوله؟ واو. الحمد لله. وايه يعني هذا بخليني اعطي اكثر، يعني هذا دافع انه صدق انه انا صرت بمرحله كثير كبيره لازم احافظ عليها، لازم اشتغل على حالي بعد. هيدا السويتش شو غيرت فيك انت؟ صرت انه لا لازم صرت دقق بالتفاصيل اكثر، بتفاصيل شغلي صرت دقق فيها اكثر. طب في شيء بهيدا القلب كان سلبي على حياتك؟ اي قلبي بالضبط؟ النجاح اللي خلص انه انا صرت بغير ليفل. انه انا كنت حب مثلا اطلع كثير مع اصحابي واجي ونروح نلعب هون، نروح نسهر هون هيك. هلا بتحرمك الشهرة. هلا كله ممنوع. ما فيك تكون على طبيعتك بقى. انا هيدي طبيعتي صح، بس انه الفكره الموضوع انه ما بقى فيني اتواجد وين ما كان لسبب انه انا اليوم اذا كنت هون وهون 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 وقت ارجع اطلع ستيج او اعمل حفله ما حيكون الشخص كثير انترستد انه شوف كريم شو حيعمل. ما انا امبارح كنت حده، اليوم كنت حده، اليوم شفته، امبارح شفته. كانت صعبه الطريق لو وصلت لهون؟ كثير صعبه، كثير، اكثر ما تتخيلي، اكثر ما اي حدا بيتخيل. الناس دائما بتشوف النتائج، ما بتشوف بشو مرقنا لنوصل لهيدي النتيجه. تعب كثير، جهد كثير، من الصحه، من الوقت، من الاهل، الاصحاب. بس هيدي هي الحياة دايما. بس بدك تركزي على هدف، بيكون فوكسي على هيدا الهدف، ما بهمك العقبات يعني شو اللي بده يصير، بهم أنا أوصل للمطرح اللي بدي إياه.
وصلت لشي محل قلت أنا ما بقى فيي؟ ايه اكيد، دايما بقول ما بقى فيني، بس الحمد لله كتر خير الله انه الله يعني محوطني بعالم بتحبني، بقدر اوثق فيهم وبرايهم، بيرجعوا بشرجوني هيك. شرجوا لي البطاريه برجع اقوى من ترجع اقوى من ما كانت. طب ممكن حياه الفنان الشخصيه تاثر بمطرح معين او تكون طبعا حياتك الشخصيه اكيد بدها تاثر على عملك، بس هون بيرجع حسب قد ايه الفنان بيقدر يفصل. قطعت انت بهيك فتره؟ ايه اكيد، يعني ماما لها 30 سنه يعني مريضه، وتعبت معها كثير وعانيت كثير. يعني كنت مثلا كون يومين مش نايم انا معها بالمستشفى، ويكون عندي حفله، روح على الحفله كسر الدنيا. هو اكيد يعني انا كنت اقول اكيد هذا توفيق من الله، لانه لا عقلي حاضر اني اعمل حفله ولا نفسيتي حاضره، بس الناس تطلع وتكيف وواو وشو هيدا وكذا. فاطلع اقول اشكر الله، يعني انه هيدا الله، يعني مثل عارف عم يعطيني ساين انه مهما صار انا حدك. يعني لو انت ببالك ولو كل المنطق بيقول انه لا ما رح تنجح، انا معك رح تنجح بالقوه. هيدا الشيء. واكيد من دعاويها لإلك. دعاويها ماما، دعاويها مثل ما بيقولوا بتفلخ الصخر يعني. الله يخلي لك اياها. بتسمعها هيك قبل ما بدك تاخذ غنية، بتاخذ رايها؟ دايما بقول لها شو حسيتي، يعني بسمعها الغنية بقول لها ماما حسيتيها بتنجح، حيحبوها كذا. بتقول لي على غنية، بتقول لي ايه على الغنية، بتقول لي لا مثلا. بيصدق احساسها؟ ايه والله يعني في من وين عرفتي بيصدق؟ انه في غنيتين قالت لي ما تنزلهم، قلت ماما شوي مودة قديمة كذا. نزلتهم ما مشي الحال، شكلها دعت علي هلا. لا والله دعاوي الام ما ايه بس لا، ايه المرتين اللي قالت لي فيهم ما زبطت صراحة يعني. هلا بدنا نكسر هيك الحديث، الله يخلي لك الوالدة، بنروح على فقرة بكلمة. فقرة بكلمة، أكثر حدا بتغني له على المسرح؟ عمرو دياب. أكثر شيء بيزعجك بالناس؟ إنه بتدخلوا. أكبر مخاوفك؟ المرض. شيء ما بتسامح عليه؟ كذب. صفة بتحبها بحالك؟ طيب. موضوع ما بتحب تحكي فيه أبداً؟ حياتي الشخصية. أكثر شيء بيأذيك؟ شو شكلهم كتار الاشياء اللي بيأذوك. يعني ما عم بقدر اقولهم بكلمه صراحه. يعني اكثر شيء بيأذيني هي الظلم. نقطة ضعفك بالحياة؟ امي. صفة بتختصر فتاة احلامك؟ صادقة. مين يلي صار فيك ادمان؟ مين يلي صار فيك ادمان؟ يعني مقدمن علي ولا انا مقدمن على حدا ولا هيدا فخ لنسمع منك الغنية. بس انه بدك تقلنا مين اللي صار فيك ادمان؟ النجاح. اوه حلو الجواب. بس بدنا نسمع الغنية اكيد. انا شفتك قلبي ده، انا قلبي عنده حق، انا حبك عندي غالي، أغلى علي من حالي، وبطير من الفرحة أنا بطير كأني طفل صغير راكد صوبك فرحة. إدمان سرتي في إدمان، يا الله شو هالحب وإن كنتي من زمان. تعي يا قلبي نامي بقلبي، عيونك والله الدنيا كلها. تعي يا حبي ضل بقربي، أنا بعدك لا ما بعشق لا. الله، نحن على هالإدمان بدنا نروح بريك. ثانك يو، يلا. بنكفي حلقتنا ببرنامج هاي كيفك سافا مع ضيفنا كريم نور. كريم، ختمناها عم نغني للحبيبة وقلت لنا انه
اكثر صفه بفتاه احلامك او بتختصر فتاه احلامك هي الصدق. صح. انت هالقد طلبك بسيط او ما بقى تلاقي في صدق كثير لا مش هيك، بس انه الصدق هو جمال. عندك انت؟ بالنسبه لي الصدق جمال اكيد، لانه بالنهايه الجمال ما بيدوم مثل ما بنعرف، ودائما الواحد بس بده يكون بعلاقه بده يكون هاي العلاقه مثل ما بيقولوا ابديه. فاذا فيها الصدق بيختصر كل شيء. صعب الفنان يكون بعلاقه ثابته مستقره. حسب الفنان هو شو بده. حسب الفنان ولا حسب اذا فيها؟ حسب الفنان شو بده. اذا هو حدا بحب الاستقرار، بحب العائله، بحب يكون بس مع وحده، ايه. واذا لا بقول انه لا، ما لازم يكون بس مع وحده، انا فنان وانا بصح لي كثير، ايه في يكون هيك وفي يكون هيك. انت شو بدك؟ الطلب. لا انا بفضل انه التزم مع حدا واحد. طيب بهيدا الحالة إذا الفنان بده يلتزم مع بنت ويستقر، صح، سهلة عليه؟ لأنه حياة الفن فيها يعني فيها كتير هيك عدم استقرار، وفيها حياة شوي بدها تضحية من الشريك يعني. أكيد فأكيد يعني الشريك اللي بده يكون مع الفنان، مرته زوجته خطيبته بدها تكون متفهمة شغله وطبيعة شغله، بده يكون متفق عليه من قبل. ايه اكيد، لانه بالنهايه ممكن تقول شيء وبعدين يتغير، فلا، اللي اقوله شرط اخره نور. اخره نور. طب لو يا كريم نور ايه يا كريم نور لو كنت انت مش فنان، نعم، مش مشهور، وقررت ترتبط بفنانه، كنت بتقول نفس الحديث انه انا ما بقبل؟ ليه؟ ما بفوت بالاساس يعني. ليه؟ ما بحب هيك، شوي عقليتي شرقيه شوي. ايه حلو. يعني انت لا بتفضل الفتاة. طب اعطينا قبل مواصفات كامله لفتاة احلامك. هيدا الصدق، وهلا صرت شرقي، لا بدنا نعرف. نعم. كيف مواصفات؟ قلت لك يعني هلا اذا في حدا بده يقدم طلب، عرفت، بس تكون مش هيك. بحب البنت طبيعيه، بنت طبيعيه، تكون عفويه طبيعيه مهضومه، اكيد يكون دمها خفيف يعني. الراس اكيد الشرقي بده اكثر بكثير من هيك. بعيد عن النكد. شو بده؟ قولي لي مثلا، اعطيني شيء. انا بدي اقول لك، وانت بتقول لي راسك شرقي. لا ما عم لك. يعني بده يكون مثلا يمكن ما بتشتغل، يمكن ما لا مش هالقد راسك شرقي. انا شرقي عم نحكي، لما نقول شرقي يعني مش غربي، بس انه مش شرقي يعني أوكي. لدرجه انه ممنوع تشوف حياتها، ممنوع تشتغل وما يكون عندها اصحاب، لا. أوكي. عادي، بس انه يعني اكيد بس انه مش فنانه انه بدها تسافر لحالها، بدها تجي لحالها، وبدها اوكي. انه في قصص معينه انه انت لإلي. طيب لشو؟ مش غلط، مش غلط. انت لإلي، ايه. فما ضروري تكوني لكل العالم، فيك تكون عندك شغلك وهيك بس. كمان بالشكل بدك تكون طبيعيه، لانه هلا يمكن قليل لتلاقي. هلا اذا عامله شيء هي بحالها وشيء ضايف لها، ليش لا يعني؟ ماني ضد، يعني انه طبيعيه يعني، تضلها مبينه طبيعيه لو عملت يعني. أوكي. مش بطل اعرفها، عرفتي؟ هيك رواق. لانه هلا بتحس، وخصوصا انتم يعني حياه السهر وهيك. نعم. ما بتحس انه في كتير صار هيك شبه بين في النساء؟ لانه عم بكون نفس الحكيم، بس انه بالعكس يعني انا بقول، انا دائما بقولها، ما في بنت بالعالم منها حلوه. يعني دائما البنت الذكيه بتعرف تطلع حالها حلوه. شو رح يحبوك الصبايا؟ لا والله فعلا ما في بنت ما حلوه يعني. ما في بنت انه منها حلوه، لا. ما في مقياس معين. في بنت بتعرف تطلع حالها حلوه، واكيد بيكون يمكن ربنا مميزها بمطرح معين، بس اكيد الله يعني خلق الانسان حلو. باحسن تقويم يعني، فما في حدا ما حلو انا برايي. بلشنا الحديث انه طاقتك اسم الله على المسرح بتجنن العالم كلها، موصوف بايجابيتك والانرجي تبعك وهيك. بس بالحديث معك منك من جوا، منك هيدا الانسان يلي هالقد لا في ان روز اذا بدك. يعني في صعوبات، في شقه مبين يعني. طبعا لانه لاقول لك شغله، انه الفن بحد ذاته صعب. وبده طولة بال، وبده تركيز، وبده تدقيق بالتفاصيل. هيدا كله بده صبر. إذا ما عندك صبر بيفلت الملق مثل ما بقول. شو اللي بيساعدك، بيقويك، بيعطيك هيدا إذا بدك الأمل على طول؟ ربنا. أنا كتير هيك علاقتي بالله قوية،
فدايما يعني الله هو الامل بالنسبه لإلي. يعني اي مصاعب، اي شيء، اي نجاح انا بطمح له، بقول منه صعب لانه الله معي. فطب اذا الله القوي معي، من شو بدي خاف؟ من شو بدي اقول لا ما بتزبط؟ ما في شيء مستحيل على ربنا. صح. هلا بما انه جبنا سيره ربنا او هيك، الله يحمي الجميع، بس بدنا نروح على فقره جاست رياكت تنحكي بموضوع شوي حساس. يلا. بهيدي الفقره كريم بدنا نحضر فيديو وبدنا نعلق عليه سوا. يلا. حسيتك مصدوم شوي. عم نشوف هيدا الشيء، بس عم نشوف يعني اليوم صار ترند تشويه المقدسات والرموز الدينية، صار عم يستعمل بالفن وعلى المسارح. نعم. وبالكوميدي. نعم. ومش بس بالغرب، يعني حتى نحن في كتير مشاهد عم نشوفها. وهلا شفت افتتاح الأولمبيكس كمان كان في مشهد تشويه للعشاء السري. صح. اليوم صح. الكوميديانز عنا بلبنان عم يستعملوا كمان مقدسات دينية. نعم. وعم بيشوهوها. نعم. شو رأيك بهذا الشيء؟ يعني رأيي لا يجيبوا مشاهدات مش أكتر، يعني لا يجيبوا مشاهدات وقصص. يعني أنا ما بحب أحكي فيها، يعني قصص كتير كبيرة وإلا بتروح علي. كيف يعني قصص وحسابات كتير خبيصة. إنه مين يعني عم يعملها قصدك؟ مين؟ شو؟ ما في الواحد يقول مين، يعني ممكن ينضر بمكان معين ولا هيك، بس لا. أوكي. بس انه يعني قصدك هي اذا يعني بدك مؤامره عم تنقام من اكبر من انه تكون بس تشويه هيك. ايه لانه هي باسم الحريه، حريه الراي وحريه مثل ما في تيفيات كثير مثلا، ومثلا بتلاقي بيجيبوا برنامجين مثلا، هيدا بيحكي على هيدا بيحكي على هيدا، هن لنفس الشخص بيكونوا لنفس الممول هيك. ايه يعني هيدا مشروع كتير كبير، يعني قصه كتير كبيره. بس انه كمان اليوم عم بيستعملوا الميديا او حتى كل شيء بيرفورمانسز بفوتوا على كل البيوت حتى يوصلوا افكار معينه، او اذا بدك تصير هيدي الافكار الشيطانيه عاده، يعني عم نشوفها. عم بفوتوا على كل بيت، عم بفوتوا على هيك. هيدا شيء مش من هلا، من زمان. هلا يمكن زاد من وراء السوشيال ميديا. ايه هلا في حسب انت بدك. يعني في ناس بيخترقوا بهذا الموضوع، في ناس لا. بتحس الخطر بهيك افكار وغيرها، يعني اكيد هي على الاطفال اكثر ولا على اكيد على الاطفال، لانه بيكونوا بمرحله الالفا، يعني بيمتصوا كل شيء، يعني بيتاخذوا بكل شيء. بعده عم بيأسس شخصيته، عم بيأسس فكره. فاللي قاطع هاي المرحله لا بيعرف، بس الطفل ما بيعرف شو بتعطيه بيتلقى. بتخاف حتى على التجدد بالحياه الفنيه من وراء هذا الجيل اللي ما بقى يعني معروف بلا بس يصير كثير اكستريم بدي ابعد صير، يعني لا. ما شو بتعتزل الفن، توقف فن مثلا؟ اكيد، يعني اي حدا. يعني انا بالنهايه انا فن للناس اللي بدها تشوف كريم، وللناس الصح. اذا بده يصير غير هيك، انه لمين بدي كفي؟ شو هيك اغرب شيء صار معك على المسرح او مع الناس؟ شيء هيك لحظه ما بتنسيها؟ شي مرة بحفلة، شي مرة ما صار؟ يعني مرة بحفلة كمان شخص حكى شيء ما منيح، عمل حركة ما منيحة. لإلك؟ ايه لإلي على الستيج. فهون كنت أنا بين شغلتين، بترك الحفلة بنزل، ولا بنزل لعنده بربيه، ولا شو بعمل؟ فقلت لا، قلت إذا حأعمل أي تصرف حيكون هيدا على حساب العالم التاني الراقي اللي مبسوطة. فلا، اعتبرته هامش، اعتبرته مختفي، مش موجود. كفيت الحفله وكسرت الدنيا. طلع هو الخطأ منه، يعني هو هيك. بس اوقات في ناس بتستغل هيك اوقات اشياء كرمال تروح فايرل، يعني اوكي. بس حلو الواحد يروح فايرل بشيء حلو، بشيء بوزيتيف. لاحظت عليك حتى يعني حتى بالترندز وهيك. شوفي لأقول لك شغله، وبحب كمان المشاهدين والجمهور، يعني اكيد بيعرف، بس بحب وضحها كمان انه الشهرة سهلة جدا، سهلة جدا. أي شخص بالعالم
بإمكانه بدقيقة واحدة ينشهر. بس أنت مين بعد الشهرة؟ أنت مين بعد الشهرة؟ شو قيمتك بعد الشهرة؟ بس تفوت على مكان ولا الناس تشوفك، أنت مين؟ هون نقطة الخلاف قصة إنه أعمل فايرل واطلع ترند. الترند سهل، في كتير أسامي بنسمع فيهم إنه هن ترندات ومكسرين الدنيا، بس القيمة صفر بعد الشهرة. هي المهم الفاليو بعد الشهرة، أنت مين؟ وبشو أنا انشهرت أكيد قد بدي استمر بعد. أكيد بشو أنا انشهرت بالضبط. يعني هلا أنا فيني أوقف شو بدي اقول لك، يعني بعد عم نحكي بالمقدسات. هلا انا اذا بجيب تليفوني بعمل سيلفي بسب اي مقدس، الله لا يقدر ولا انا ولا بتشبه شخصيتي، بيحكوا فيني CNN. بس بعدين بس خلص وبعدين انطفت بعدين 100%. لا، حلو الواحد اذا بده ينعرف لشريحه جديده لبلد جديد يفوت برقي، يفوت باحترامه، لانه فيها قيمه، فيها احساس انه انا تعبت لاوصل بشكل صح. الطريق الصح بيعذب اكثر من الطريق الغلط بكثير، بس بيستمر وبيدوم، وبتضلك شايفه حالك. اذا بعدين صار عندي عائله بشوف حالي قدام اولادي، بشوف حالي ما بطلع انا قدام ابني بكره اذا الله رزقني باولاد ولا هيك، انه ليك بيا كيف كان قاعد عم بسبسب وعم يعمل وعم بيساوي وكذا، وين بدي. لا كريم، نحن حكينا كمان عن الانرجي تبعك، انه انت على طول مبسوط وعم بتكب طاقه ايجابيه على الناس. نعم. اي متى اخر مره كريم بكى؟ اي متى كريم اخر مره بكي؟ والله مش من زمان، من كم يوم. اف انت بتتاثر عاده ولا بتبكي بس تكون يعني خلص؟ بتاثر ايه يعني. بكيت بسبب والدتي يعني. الله يخلي لك اياها. كانت تعبانه شوي وما كنت حابب اشوفها هيك، فما كان قلت لك يعني صابر على الصبر، فما كان عندي بقى خلص يعني. حتى بتعرفي بس تبكي انت وعم تضحكي يعني. انا وعم بضحك بكيت، تخيلي يعني بدون ما انه انا فكرت انا بدي ابكي، خلص هيك سايبه. طيب شو بدنا نسمع شيء للوالده، تغني لها هيك اغنيه للوالده؟ بدي اقول لها الله يطول بعمرها ويخليها يا رب ويعطيها الصحه. الله يخليها، شوفها مثل ما انا بحب شوفها ان شاء الله يا رب، برسمها براسي ان شاء الله يا رب. شو بدي اقول لها لامي؟ بدي اقول لها ست الحبايب يا حبيب، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة كلك طيبة، يا رب يخليكي يا أمي، يا رب يخليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب حبيبة. الله يحميك ويخلي لك اياها يا رب. الله يخليك يا رب. رح نكسر الجو ونروح على اخر فقره اللي هي 10 اسئله بدقيقه. فقره 10 اسئله بدقيقه مثل ما اسمها بيقول، بدي اطرح عليك 10 اسئله بدك تجاوبني بدقيقه. على 10؟ على 10 خلصوا. شو اكثر لعبه كنت تحبها انت وصغير؟ فوتبول بعد لهلا. إذا كنت بتقدر تحكي مع شخصية تاريخية مين بتختار وشو بتقول له؟ مايكل جاكسون. شو بتقول له؟ بقول له أي متى بتصير مثلك؟ إذا ما كنت فنان شو كنت بتحب تشتغل؟ لاعب فوتبول. أي اختراع كنت بتحب أنت تكون مخترعه؟ دواء الكانسر اللي هو موجود بس عم يمنعوه شوي عن العالم. شي كنت تخاف منه أنت وصغير؟ الجنانة. الجن؟ إذا قصة حياتك صارت فيلم شو بيكون عنوانه؟ المتوحش يمكن. إذا مجبور تختار محل واحد تضل فيه كل حياتك وين تختار؟ استوديو. الاستوديو، بحب ضل باستوديو صراحة. مثلا شو أسخف سؤال بيسألوك يا الصحفيين؟ أسخف سؤال ممكن نسأل عنه بالصحفيين إنه بتاخد شيء قبل ما تطلع على المسرح؟ تاخد شيء قبل ما تطلع على المسرح؟ أبداً. بشرب فيتامين سي، بشرب قهوة، بدق لماما باخد رضاها،
الله يخلي لك اياها عن جديد. طيب شو النصيحه يلي بتعطيها لكريم الصغير؟ ما تقول اكتفيت، ما تقول اكتفيت. كذبت علينا بشي جواب بهالمقابله؟ بكلهم. لا لا ابدا والله ابدا. صدقا يعني عم بحكي وحياة الله كأني بالبيت، يعني مع الاحترام الكامل للي عم يحضرونا واللي عم بيشوفونا وبيسمعونا، بس هيدا كريم، هيدا انا برا وجوا. طيب بدنا ننهي بغنية؟ ايه شو عبالك؟ اللي بدك اياه، سمعنا اللي بدك اياه. حسمع غنية جديدة العراقية اللي انا اول مرة بغني باللهجة العراقية، بس بحبها كتير لانه فيها رسالة. والغنية ايه شايفكم بس عايفكم، واحد واحد عارفكم، تمثلون الدور عليا بس انا المخرج كاشفكم، ماضيكم عندي الكل واحد بيكم دفتر، لحد يوقف ضدي خلوا الملف مسكر. ايه شايفكم بس عايفكم، واحد واحد عارفكم، تمثلون الدور عليا بس انا المخرج كاشفكم. حلوة منك. وهيك تكرم عينك. هيك بنختم حلقتنا لليوم. نورتنا كريم. ميرسي لك كريستيل، ميرسي لكل الشباب اللي تعبوا معنا ولمعدين البرنامج ولكل التفاصيل الحلوة. إن شاء الله منشوفك من نجاح لنجاح كمان. ثانك يو. وانت كمان. ميرسي. يلا سيلفي. يلا.